اهلا وسهلا بحضراتكم. انتم دلوقتي مع بودكاست كينج اللعبة في ملعبنا احنا، واللي جاي حكاية تستاهل تتحكي. حكاية النهاردة الحقيقة مع واحد من اهم نجوم الباسكت بول في مصر. الحقيقة مش بس نجم باسكت بول، سواء على مستوى المحلي او على المستوى الدولي، ده كمان يعني مشرفنا مع منتخب مصر 3 on 3. واحد من اللعيبه القليله جدا اللي في مسيرتها اللي لعبت سواء لكل تقريبا الاقطاب المصريه في الباسكت بول، بدايه من الاتحاد السكندري مرورا بنادي الزمالك ثم ختاما في النادي الاهلي. معايا ومع حضراتكم النهارده نجم مصر كابتن رامي ابراهيم. ازيك يا كابتن رامي؟ محمد، ايه الأخبار الاخبار؟ ربنا عامل ايه؟ يخليك. تمام زي كله الفل، حلو الحمد لله، يعني، ربنا يخليك. مشرفني ومنورني، والحقيقه انا في منتهى السعاده ان انت معايا النهارده. الشرف ليا يا محمد، حاجه ربنا يخليك، تسلم لي. يعني تفرح. حبيبي يا محمد والله. سيزون خيالي، بس احنا مش هنبتدي بالسيزون، هنبتدي النهارده كده فقرتنا الاولى دماغ كوتش. فالنهارده دماغ رامي ابراهيم. فعايز اعرف دماغ رامي في البدايات، ثم الفترة بعد كده الانتقالات، ثم لحد ما وصلنا للمرحلة الحالية اللي احنا فيها. فزي ما انت عايز ابتدي. بص، بداياتي خالص كانت حاجة كده زي مشروع الوزير اللي هو الموهوبين. امم. جم خدوا الناس اللي اختارونا، ناس طوال يعني. استمرينا معاهم شوية، جاء المدرب بتاعنا كان دكتور أيمن الكيكي. اه. فطبعا هو ده بداية التعليمي خالص لكرة السلة. اتنقلت نادي الاتحاد، كانت فرقته نفس السن. مرور بقى بكابتن طارق صبحي، كابتن وسام، لحد مراحل الناشئين كلها. الحمد لله كانت فرقتي من الفرق اللي هي يعني ما فوتناش بطولة. يعني ايوه. فرقتي جمهوريات، كنا بناخد كل الجمهوريات في السن بتاعنا، وبنتصعد للسنة اللي ما فوتناش بطولة. ما شاء الله. لحد طلعنا بقى، ربنا كرم وطلعنا درجة أولى. كنا برضو من الناشئين، يعني اللي هي احنا تقريبا أول جيل مرتبط أو تاني جيل مرتبط يتعمل عليه النظام المرتبط. ايوه. ف يعني خدنا المرتبط بتاعنا تاني سنة، صعدت درجة أولى. ما شاء الله. اه، خدنا دوري المرتبط برضو السنة دي، وكان اه. حصل برضو دروب في النادي. يعني مشاكل يعني مادية طبعا، صحيح. بتحصل مشاكل في الأندية. امم. بعديها بقى كملت طول حياتي، أطول فترة في حياتي طبعا كانت مع نادي الاتحاد. طبيعي. مرور بكل المدربين تقريبا، يعني عاصرت مدربين كابتن طارق الصباغ، كابتن شريف عزمي، مدربين أجانب بقى دكتور كابتن زوران. صح. بعديها اخر مراحل بقى طبعا كابتن عمرو ابو الخير جه، اخد فتره طويله اه. جدا صحيح. صحيح. من ساعه ما رجع من دبي امم. لحد ما جه بعديه على طول كابتن مرعي تقريبا. اه. وبعديه اخر حد المدرب الالماني، وبعدين انا صح. سبت النادي. وبعد كده سبت النادي. بس طلعت من النادي الاتحاد. اتنقلت من مرحلة نادي الاتحاد بشعبيته بقى، بجماهيريته، وخاصة ان هو يعني الاتحاد في حتة تانية في الباسكت، واسكندرية عامة في الباسكت حاجة مختلفة خالص في مصر. اتنقلت بعد كده رحت نادي الزمالك، برضو الواحد من الأقطاب الكبيرة جدا في مصر، بالذات على مستوى البطولات. نقلة من نادي جماهيري لنادي جماهيري، ايه الاختلاف وازاي اصلا جت النقلة دي؟ دي كانت في النص قبل ما صحيح. امشي النقله اللي هي الاخيره دي. صحيح. كانت حصل مشكله كده في النادي، برضو نادي الاتحاد. امم. ومشينا يعني الستة الكبار من الفرقة، اللي هو كان أنا وهيثم كمال وأحمد الصباغ، مهند الصباغ، صحيح. أشرف ربيع. امم. اتوزعنا بقى الأندية، أنا وأحمد الصباغ زمالك، صحيح. مؤمن أبو العين ومهند أهلي، صح. أشرف ربيع سموحة، امم. هيثم سبورتنج. الفرقة كلها فكت تقريبا. الستة الكبار كان امم. كان تقريبا النادي سياسته إن هو عايز يدعم الناشئين الناشئين. ويعمل فرقة جديدة. يعني كان في سياسة متبعة الوقت ده، في برضو كان الوقت في ده مشكلة اه. طبعا. الحاج محمد ما كانش امم. موجود، الحاج محمد صلحي هو بيبقى الدعم الأكبر يعني للنادي أو لفرقة الباسكت في الاتحاد. امم. فلما في حالة إن هي عدم وجوده دي، بيبقى الموضوع مأثر جامد على صحيح. قوام صحيح. الفرقة يعني. فنقلة الزمالك دي كانت تعتبر أنا أقول لك إن هما كانوا أحسن سنتين في حياتي. من كل حاجة أنا متفرغ، قاعد في القاهرة، كانت أول صحيح. فترة في حياتي أخرج من اسكندرية. صحيح. فاللي هو مش هعرف اعمل حاجة، لا مش هعرف اثبت نفسي. الفكرة حتى ان هم لما كمان سنتين انا لقيت في ارتباط يعني غريب ووثيق كده بينك وبين جمهور الزمالك، رغم ان انت شوف دلوقتي فين، فبص، بس يعني الفكرة نفسها ان السنتين
انا تقريبا يعني شفت فيهم باسكت بول في الزمالك في الوقت دون، كان في هو احنا كانت فايتنج. الفرقة كانت مش طبيعية. اه ده حقيقي. الفرقة الصراحة يعني كنا العناصر اللي كانت موجودة فيها في الوقت ده امم. دخلوا مع بعض بسرعة. هي التوليفة بتاعتها اللي احنا عملناها السنة اللي بعدها جابوا دوري. صحيح. بعيد عن كان ستوجلن موجود او لا، صح 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 بس صح، ده كان قوام. البيز. ده كان البيز اللي احنا صح عملناه. انا لعبت سنتين، والسنة اللي المفروض كنا ناخد فيها الدوري انا صح. مشيت. كان بابايا خلاص يعني الله يرحمه الله كان يرحمه. تعبان، فكانت لازم ارجع اسكندرية. ما بس ما كانش فيها امكانيه فما كانش خالص. ينفع، اه كنت صح. كنت هبوظ كل اللي انا عملته. صحيح بس صحيح. فاتفقت مع كابتن عصام وقلت له، كابتن عصام حتى كان متمسك بيا ده واتكلم كتير. ده حقيقي فعلا. بس الحمد لله النصيب بقى. ده حقيقي. بس رجعت بقى الاتحاد تاني. رجعت الاتحاد تاني. قعدت قد ايه في الاتحاد؟ قعدت 3 سنين. صح. ثلاث قعدت سنين في 3 سنين الاتحاد. فعلا من بس بعديها بس. اول سنة كانت كويسة. صح. بعد كده بقى حصل مشاكل ودروب تاني. ايه اللي ال- مختلف؟ ما انت في الاول في الاخر ابن الاتحاد، كان ايه اللي مختلف فيها يا كابتن مش رامي؟ اختلاف. هو اول سنة كان الموضوع برضو مفيش ضغوطات على المدرب، راجع بنلعب التيم وورك كله كامل. لما المدرب اتغير، الفرقة زاد عليها عناصر. يعني تقريبا كابتن اسماعيل رجع امم. الفرقة. بقت الفرقة فيها أول سنة برضو مع كابتن اسماعيل كان الموضوع سهل. تاني سنة مع كابتن اسماعيل، أو يعني مع كابتن أحمد مرعي وكان مع اسماعيل، اه الموضوع كان فيه لود. يعني ضغط على يعني مش ضغط على المدرب برضو، اللي هو عدد كتير ناس لازم تلعب. اه. في ففي نجوم كتير، في تخمه في النجوم نجوم يعني. كتير امم. مظبوط. طبعا التايمنج بيقل بتاعي. مش واخد راحتي في اللعب. امم. آه، مش مفيش كوميونيكيشن ما بيني وما بين المدرب، فخلاص الموضوع بيبدأ يقل. يقل اه يقل يقل. يقل تدريجيا، فبقى القرار خلاص. حاسس ان انت لازم تاخد قرار لازم بالرحيل. اخد قرار ان انا امشي. امم. بس ما حصلتش برضو في سنة كابتن مرعي. يعني كذا مرة صحيح. كنت بقعد مع كابتن مرعي وكوتش لازم امشي. مش هينفع ان انا يعني قعدت، لا ما ينفعش رامي امم. ابراهيم وارتباطه بالنادي وما يبقاش موجود في لا لازم تبقى موجود. فحصلت مع المدرب الاجنبي. لما المدرب الاجنبي امم. حصل خسرنا من الاهلي في البيست اوف فايف الاخراني في الدوري، اه. رحت واتكلمت مع الحاج محمد، كفايه كده خلاص امم. انا مش هينفع اكمل في النادي. حتى كان فاضل لي سنه في عقدي. فقلت له خلاص تمام كده، حلو قوي. خلصنا الاتحاد، اتحاد. طلعنا على الاهلي. لا، في طلعنا على سبورتنج. سبورتنج. سبورتنج صحيح، سبورتنج سبورتنج سنه. سنة، وبعد وبعدين كده الاهلي. بعدين الاهلي. طب السنة بتاعت سبورتنج كلمني عنها كده شوية برضو. بص انتوا سنه كنتوا عاملين فرقة حلوة قوي قوي يعني. سنه سبورتنج دي اللي هي مفيش ضغوط ها. مفيش حاجه خالص. يعني انت امم. بتلعب باسكت للباسكت. كلير. اللي امم. هو يعني رجعت تاني بقى اللعب، ورجعت هي في حاجة برضو في النص، خلي بالك ان هي انت خدت راحتك في اللعب اه مفيش وخدت ضغوط. مساحة. الفرقة شباب صغيرين امم. كلهم. برضو فرقة سبورتنج دي الولاد يعني متربيين جدا، مؤدبين جدا. اللي هو تحس ان انت مبسوط ايوه وانت ايوه بتلعب ايوه معاهم. اه. يعني حاجة انت جاي جميلة. تستمتع اكتر بس منك جاي تلعب، انت جاي جاي تلعب تستمتع. باسكت. صحيح صحيح. بس السنة خلصت سنة فجأة. سبورتنج خلص. الأخبار، انتقالات، الميركاتو، مين فين إيه، رامي إبراهيم في الأهلي. مع إن أنا فاكر كويس أوي الفترة دي كان في كلام قوي جدا 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 إن رامي إبراهيم هيرجع الزمالك تاني، بما إنه أوريدي كان راح الزمالك وعلاقته كويسة يعني، سواء مسؤولين لعيبة جمهور بتاع. بس كان يعني الكين قوي ان هو يحصل على خدمات رامي ابراهيم كان النادي الاهلي. النقله دي جت ازاي؟ بص هو كان في كلام من طارق السعيد. ما اتكلمت مع كابتن طارق السعيد بس ما امم. حصلش نصيب. يعني كان هو المسؤول عن الباسكت في النادي. امم. الموضوع خلص مع احمد الجرحي. تمام. كان يعني كلمنا مع إدارة النادي وخلصوا امم. الموضوع من جوه النادي. يعني خلص داخليا في صفقة. كان في يوسف غايش كان صحيح المفروض صفقة يعني انتقال. صحيح خلصوا الاتنين مع بعض. صحيح. بس كان الموضوع يعني آه، هي في الوقت بدل الضايع يعتبر. يعني اه. كان الوقت خلاص ان انا في ظروف لازم ان انا امشي اسيب سبورتنج الوقت ده. اوكي. خلاص. فرحت الاهلي. كان كلمة السر او احمد الجرح. الدينامو. اه. اه طبعا، يعني بنوجه تحية طبعا لكابتن احمد الجارحي وكابتن طارق برضو، يعني بنوجه له تحية، ودلوقتي بقى عضو مجلس إدارة الاتحاد. اتنقلت على الاهلي. خلينا متفقين ان رامي ابراهيم في الفترة دي تحديدا كان في مرحلة نقدر نسميها بشكل ما او اخر ضبابية، لانه كان بيسيب الاتحاد. مش هقول مشاكل مع الناس قد وان كان طلع اشاعات
ساعتها في الوقت ده ان في مشاكل مع المدير الفني الاجنبي، مشاكل مع كابتن احمد مرعي في الاول وفي الاخر، لكن بنتكلم اكيد. على التكنيكال كفني بحت. دقايق لعب قليله. السبورتنج سنه واحده ما لحقناش نقول فيها ان في بصمه واضحه لرامي، فكان في شبه شكل ضبابي. فكان بعض من، مش كل، بعض من المتابعين بشده للباسكت في النادي الاهلي شايفين ان رامي اوكي طبعا اسم كبير، ولكن مش الصفقه اللي هتعمل تغيير جذري في الفرقه. خلصنا السيزون، رامي ابراهيم نجم السيزون. كلمني عن السيزون بتاع النادي الاهلي. بص انا عايز اقول لك حاجه، عدم لعبي في الاتحاد وطريقه لعبي في سبورتنج تختلف عن نقلتي للاهلي. امم. يعني انا في الاتحاد ما كانش مطلوب مني يعني انا ما كنتش فاهم مطلوب مني ايه، اوكي. فده كان السبب الاساسي مفيش المشاني. ادوار محدده. بس لما رحت سبورتنج مطلوب مني ان انا اعمل كل حاجه، لان انا السوبر كنت ستار اللي في بلعب الفرقه. انا والمحترف كان ليس امم. دان، صح. وكان الصراحه بيكلم الكوره، ولما خطير. كان خطير يا كابتن رامي. لما كنت بلعب جنبه هو بيعرف يحرك الفرقه كلها، امم. يعني بيعرف لا لعيب مش طبيعي، لعيب شامل. هو بيعرف يوصل لك الكوره مكان ما انت فاضي امم. وانت بتلعب معاه، يعني انت عندك امكانيات. نقلتك للاهلي، لا انت ليك دور معين، يعني انت رايح لفرقه نجوم، صحيح. انت ليك جوب معينه رايح تعملها، انت امم. بتلعب البوزيشن بتاعك لما بتعطل الكوره معاهم. والله يعني ما شاء الله الفرقه كلها نجوم. ده حقيقي. يعني لو عمرو مش فايق، بنتكلم ايهاب في فايق، المنتخب عمرو يعني. زهران مش فايق، عمر طارق موجود، سيف سمير، امم. يعني الفتره اللي هي الاخيره دي الحمد لله لازم كان يبقى فيه اتنين تلاتة في الجيم داخلين. صحيح. فانت رايح انت مطلوب منك يا اما تشيل حته معينه في الديفنس او في الاوفنس. الكوره لما بتعمل الملعب بيتفتح، انت بتكريت لعب، خلاص الموضوع امم. بيبقى محلول. طب انت قدرت تأدبت مع يعني تكنيكال منتاليتي بتاعت اوجوستي والتف ما هي دي بريشر بقى، اللي دي بيعمله؟ كلمه السر بقى، ما اه. هو عرف ان انت عرف يدخلك في التوظيفه يعني. في التوليفه اللي موجوده. بس يوظفك مع طريقة لعبهم، انت كده هتلعب. صحيح. لكن لو هو ما كانش عارف يدخل، يعني طريقة لعبي الحمد لله ان هي مشيت مع سيستمه، امم. فعشان كده الدنيا مشيت كويس. بطريقة اللعب دي عرفت ان انا ادخل وسطهم. وخلي بالك انا لعبت معاهم كتير، يعني لعبت معاهم في المنتخب كتير، ده حقيقي. فعارف طريقة لعبهم برضو، عارف حتى الجيل ما الصغير منهم. احتجتش وقت انك تخش مع بس المجموعه، لان بس هم اوريدي لعيبه منتخب، وانت كنت كابتن من حتى كباتن المنتخب الصغيرين بالظبط. الصغيرين اللي معاهم عمرو زهران وبيبو ومؤمن خيري، محمد خيري، الصغيرين اللي موجودين في الفرقه امم. برضه لعبت معاهم في 3 on 3. وهي كمان ميزه ان اوجوستي بيبقى حاطط سيستم، فكله بس بيخش جوه السيستم ده. كله بيبقى جوه البوكس ده، ما بيطلعش بره، امم. اللي بيطلع يفتي بره. تعالى بره، انت اقعد بره بقى مش هتلعب. كنت واخد السيزون بتاع الاهلي ده، حاسك كده كنت واخده تحدي شويه، لان السيزون بدايته عاديه نورمال، بعد كده شفنا بيرفورمانس تصاعدي بشكل مبهر يعني لرامي ابراهيم، لحد ما الناس ممكن، يعني انا حتى قلت الكلام ده حتى بره الهوا، الناس ممكن تختزل السيزون بتاع رامي ابراهيم في الشوطه القاضيه او الثري بوينتس القاضيه اللي كانت في الاخر، لكن السيزون بشكل عام كان فيه منحنى تصاعدي في البرفورمانس خطير. ده من وجهة نظري يعني. فانت كنت صدقني شايف، حاسس بكده ان انت هتعمل مش السيزون ده؟ مش تحدي خالص، ولا انا بالعكس انا رايح الاهلي شايف ان الفرقه دي ناقصها البوزيشن بتاعي، امم. او مش ناقصها البوزيشن بتاعي هم، عشان هو في العناصر الموجوده طبعا لعيبه هايله، مروان سرحان وسيف سمير. بس انا ناقصهم اللي هي يعني فتحه الملعب، طريقه يعني حاجه عندي انا يعني طريقه لعبي عايزه اضيفها ليهم، هم بس مش اكتر. محتاجين الكواليتي دي. بس امم. فانا يعني اديتها بالطريقه بتاعتي، يعني انا اديتها اديت الطريقه بتاعتي عليهم. اوكي. فالحمد لله ان هي نجحت. امم. بس والدليل على كده بطولة المرتبط، خلي بالك الكاس كان قريب مننا جدا، امم. لولا برضو يعني تهاون مننا كتيم في الاخر في كذا كورة. امم. يعني في كورة برضو دخلتها جلتها ليا، لو كانت جت كانت فرقت في الجيم. في تفاصيل كذا صغيرة، خلصت حاجات على صغيرة، تفاصيل بس صغيرة. برضو الرياضة يعني الرياضة مكسب وخسارة، ده حقيقي. ومش هتطلع كسبان البطولات كلها. الطبيعي مم. الاتحاد برضو فرقة محترمة، ان احنا في الفاينل في 3 بطولات
ده مكسب لوحده. صحيح بس صحيح. الدوري طبعا خلص الحمد الدوري لله لصالحنا. الدوري بقى كلمني عن، طب كلمني عن ماتش الكاس وكلمني عن سيريس الدوري، لان الاتنين كانوا فيهم تشابه كبير جدا، لان الاتنين خلصوا على تفاصيل صغيره، خلصوا على تفاصيل صغيره في الديفنس والاوفنس تاكتيكال اللي كان بيتعمل سواء من كابتن احمد عمر او مستر اوجستي ساعتها. خلي بالك ماتش الكاس برضو الاتحاد كانت الفرقة كاملة. امم. احنا كانت عندنا نواقص في الفرقة. كان عمرو احنا زهران تقريبا مصاب. عمرو زهران مصاب. احنا السنة كلها امم. ما لعبناش كاملين، امم. يعني ولا بطولة دخلنا فول فول تيم. تيم. غيرنا محترفين. غيرنا ثلاثة الأول كان جونز. جونز. غيرناه جبنا كيني. غيرناه جبنا اللي هو البيج مان اللي كان امم. معانا. صح. يعني برضو تغيير المحترف ده بيأثر على قوام الفرقة، يعني لأن المحترف المفروض نص الفرقة. صحيح. جيت انت في الآخر السيزون فنشت من غير عمر طارق. عمر امم. طارق لوحده نص الفرقة، امم. يعني ما شاء الله. وكمان احنا لسه كنت هنقلك على النقطة دي بعد ما نخلص الأهلي، بس بما انك ذكرتها، أزمة مركز 5 في مصر دي بقت، احنا شايفين ان مركز البيفوتس وأربعة وخمسة ويمكن خمسة أكتر دلوقتي، الناس اللي تحت الباسكت بقى دلوقتي عاملين زي المهاجمين كده في الكورة. انت بتتكلم انه ده العملة النادرة اللي الناس بتلحق تستحوذ عليها. فإصابة عمر طارق فرقت، لأنه احنا عندنا في مشكلة كبيرة في مركز 5. والله هي المشكلة ان إصابة عمر طارق جت في وقت صعب كمان، امم. يعني بعيد عن ان هي طبعا عمر يعني حد يعني عمود من عمدان الفرقة. جت في وقت صعب جدا. انت في اخر السيزون خلاص بتفنش. مش ما عندكش انت سنتر اساسي معتمد عليه. كان عندك كيزو وسيف سمير في بوزيشن 5 يعني. لازم كنت في ساعتها تعمل ريبليسمنت للمحترف، تجيب بيج مان، محترف امم. بيج مان. ان انت تجيبه تدخله في الفرقة في الوقت ده، يعني الموضوع برضو كان مستحيل. ان هو الولد المحترف اللي جه كان الموضوع يعني هو برضو جاي على فرقة من امم. جديدة مش عارفها مدة شهر. ايوه ايوه. الموضوع بالنسبة له كان لا. الدوري المصري برضو خلي بالك فيزيكال صعب جدا. فيزيكال. دي لا نقطة مهمة قوي. ان انت الدوري المصري بقى انا بقولها يعني الدوريات العربية كلها. اتفرج على الدوري المصري واتفرج على الدوريات العربية كلها، ما تلاقيش دوري فيزيكال بالحجم ده. امم. كمية طف فيه وتصفير، يعني حتى تشوف الفرق بين التصفير المصريين الحكام المصرية ولما الأجانب بيجوا امم. الموضوع بيختلف. ده حقيقي. اللي كلمني بقى، مش هينفع نختم السيزون المحلي عن القضية 3 بوينتس اللي في الآخر. آه، هو هو أصلا كان تايم اوت، لو أنا كان تايم متذكر كان اوت تايم اوت. مظبوط. وكان الكلام اللي احنا فهمناه انه التايم اوت معمول اصلا من الاساس عشان انت اللي هتشوط، يعني التكتيكال اللي كان لا محطوط. هي عمرو الجندي لا، ان عمرو لو هو اللي ما شاطش، انت يفتح انت يانا يا مؤمن خيري. صح. يانا وكان مؤمن خيري وايهاب امين. بس انا كنت اقصد في سؤالي انه كان اكسبكتد ان عمرو يعني عمرو كده كان هيتلعب عليه هي بس دبل تراب او على عمرو الاقل. الجندي في الاخر تايم مش هو بيسيب الكوره. هو ملك يعني مش الكلاتش تايم. يعني هو ما شاء الله عليه ربنا امم. يحميه. عنده التالنت ان هو يعرف يخلص الكوره الاخيره دي. امم. ف بص انا الجيم كله ده انا اصلا يعني الجيم 4 اتصبت في قصبة رجلي اه. في اخر الجيم خالص. وطلعت حتى مستر اجوستي قال يعني ما كنتش هنزل، ما نزلتش اه. الجيم تاني. فالجيم فضلت مع الدكتور شوية. ها ربطت جاهز للجيم تمام. الجيم كله ما عملتش اي حاجة. امم. كنت مالا بنزل بمشي اللعب، الكرة بتكمل. يعني دي 3 ده التراي الوحيد اللي انا خدته في الجيم. اه. سبحان الله يعني و في اخر الترايل والله. الاخير حتى الوحيد والاخير فعلا والاهم. لان كمان كان سيف سمير فايق قوي صح. طول الجيم. لا، وهو عامل سيريس هايلة قويه اصلا. هايلة. هو عامل سيريس قويه. كان فايق جدا طول الجيم. وقبلها في الدقيقة مثلا 5 أوجستي طلعني وفضلت واقف بره. فضلت واقف بعيد بتفرج على الجيم. خلاص بقى أنا انت كان عندك تخيل ان انت تنزل تاني ولا مش لا؟ نازل ده تاني. مش نازل أنا مش تاني. هنزل تاني. اه. الموضوع خلص بالنسبة لي كده. لأن اه. أنا رجلي اللود إن أنا ألعب برضو 20 دقيقة وما عملتش حاجة. إن أنا امم. أصلا يعني أنا لو مثلا أون فاير هقول لك لا هينزلني. ايوه. لكن أنا زيرو تراي، ما امم. عملتش أي ترايات. فجأة الجيم ايكوال او كنا مش فاكر الجيم كان كان بوينت تقريبا او رايح حاجه. جاي، وكان فاول ترابلز حاجه بس. كده اه. تقريبا في الاخر خالص التايم اوت ولقيته بينادي عليا. امم. قمت جريت نطيت. كوتش بيشرح التكتيك. خلصت كده.
نصيب. خدت القرار ازاي؟ انت كنت واخد يعني اول ما ما استلمت الكرة ما فيهاش، فيهاش؟ هي خلاص خلاص، هي خدت القرار. اوبن شوت. هو يعني هو المدرب بيديك الثقة ان امم. انت ترياتك لا لازم تاخدها. هو كمان في ميزة في اوجستي انا حضرتها برضو في الفترة بتاعت الزمالك. عنده حتة كده، عارف، نو ريسك نو فن. انا هاخد الريسك الاخره لا، خالص، هتيجي 3 بوينت هكسب، ما جاتش هخسر عادي جدا. بس مظبوط. انا هاخد الريسك، مش هسيب الكرة انها تعدي. يعني لو هو قدامه ان هو يجيب باسكت عادي ولا يجيب 3 بوينتس، لا انا هروح لل 3 بوينتس. هو بيختار التشويس الاصعب دايما. هو خلي بالك كمان، هو يعني هو بيديك اللي انت يديك امم. انت، خد انت القرار، ده مش حقيقي. هيقول لك لا انت الباسكت بتاعك وانا واثق صح. فيك العب بس. اول بقى ما انت شفتها اصلا بعد ما دخلت باسكت ولا ما خلاص انا اه. خدتها وجريت يعني، ايوه. حتى هم من بره عمالين يقولوا لي اعمل حركات وبتاع، لا اه. الموضوع هي خلصت خلاص، انا خلاص. خدتها الموضوع خلص. خلاص الحمد اه لله. اه الحمد لله. طيب بنتكلم بقى على الفترات دي، انت حكيتها بالتفصيل، بس قول لي يعني في جملة واحدة الفترة بتاعت الاتحاد، بدايات الزمالك، اتحاد، اهلي، وطبعا سبورتنج يعني. بس بتكلم هنا على الفوكس بتاع الأندية الجماهيرية. يعني لو لخصت الفرق ما بين رامي ابراهيم في الثلاث مراحل، والفرق ما بين الحالات بتاعت شغف الجمهور في الثلاث مراحل، بما انك لعبت باسكت في ثلاث انديه جماهيريه مختلفه، بتشوف في فرق في شغف الجمهور للباسكت هنا او هنا او هنا؟ والفرق ما بين رامي ابراهيم هنا كان ايه وهنا كان ايه وهنا كان ايه؟ بص، هو شغف الجمهور، هو الجمهور عايزك تكسب في الثلاثه. في الثلاث انديه. امم. الجمهور هو بيشجعك وبيحبك، وعارف ان انت بتأدي احسن حاجه عندك. امم. مش مقصر، بس الجمهور عايز عايز ناديه مكسب. يكسب، امم. بعيد عن ان اي حاجه، هو بيشجع ناديه في اي رياضه. صح. جمهور الاتحاد، هقول ان هو عشان قريب جدا مننا، او معانا من واحنا صغيرين، ان احنا اننا من ناشئين امم. النادي، صح. فعارفيني كويس جدا ان انا ما كنتش مقصر في اي حاجه، ان امم. انا لا يمكن ان انا في فتره، حتى لو كنت قاعد على البنش، ان انا هبقى مقصر في حاجه. امم. جمهور الزمالك انا قعدت معاه فتره كويسه جدا، واديت باسكت حلو جدا. فبرضه الفتره اللي انا كنت فيها في الزمالك، خلي بالك احنا في الزمالك ما خسرناش. امم. يعني احنا كسبنا كتير جدا، بس احنا الحظ ما كانش معانا. صح. يعني احنا خدنا في السنتين تالت دوري، تالت كاس، تالت مرتبط. صح. احنا في دوري المرتبط احنا كسبنا كل ماتشاتنا، لو المرتبط فريق صغيرين كان كسب ماتش واحد كنا خدنا البطولة. ده حقيقي. ده حقيقي، فرقت يعني على فرق احنا ماتشات المرتبط بس فعلا. في سبورتنج عملت اداء برضو، ان احنا كنا فوق التارجت بكتير، امم. مع اولاد لسه صغيرين، لا بس اول انت سنة كنت كانت مستمتع تجربة. بقى، انت كنت بس رايح ما هي رايح دي انبسط. كان الروقان كله، ايوه. ومفيش جمهور بقى، مفيش اه يعني اه في مفيش كل حاجة، الضغط الناس بقى اللي هي البريشر اه. جايين يشجعوك. جمهور الاهلي، المشكلة ان برضو في جمهور الاهلي ان في جمهور سوشيال ميديا امم. طاغي على الجمهور اللي بيحب الباسكت. اوكي. بي بيتكلموا كتير، امم. بيأثروا على قرارات كتير في الفرقة. امم. في الفرقة ناس صغيرة. طب انت عاصرت الباسكت القديمه يا كابتن رامي، وعاصرت الباسكت بتاع دلوقتي، وكنت كابتن من كباتن المنتخب، وقعدت فتره طويله كابتن المنتخب. بتشوف ان السوشيال ميديا بشكل عام اثرت بالسلب على الباسكت ولا اثرت بالايجاب؟ وهل الدعم، يعني خلاص احنا عارفين الجمهور المدرج خلاص عارفينه، واللي بيحضر الماتشات عارفينه، بنتكلم على السوشيال ميديا بشكل عام، بتشوف انها طورت من شكل اللعبة، من اللعيبة، من المسؤولين، من واتيفر، ولا أثرت بالسلب؟ يعني بقى في قرارات وحاجات بتتاخد بشكل مختلف أو انفعالي بسبب ضغط السوشيال ميديا؟ بص، هي لو على حسب انت هتبص لها منين. امم. هتبص لها كتسويق للعبة، ولا هتبص لها كان انت رايح للكومنتات اللي هي بتجيبك في الارض. امم. ما انت لو تسويق للعبة، لا مؤخرا اتحاد الباسكت بيحاول ان هو يذيع الماتشات. صح. في استاد بتنزل كل ماتشات. بيحاولوا يطوروا نفسهم ان ده حقيقي. هو تبقى يعني اللعبة تبقى في المجال، بحيث ان المدرب بالمنتخب لما يجي لا يشوف استات اللعيبة، يبقى عارف مين لعب مين والماتشات ما بقت لعبش على مين أدى. اليوتيوب تشانلز، وبقت تروح متذاعة. لصفحات كتيرة بقت بتغطي حتى لو الماتش ممكن ما يبقاش مظبوط، ده متذاع. ده الايجاب الجانب بتاع الإيجابي. السوشيال ميديا. امم. لكن انت الجانب السلبي بتاع السوشيال ميديا، الجمهور لما بيجي يقعد مثلا حاطط لعيب في دماغه. امم. طب ما هو انت ما تعرفش اللعيب ده ايه خبرته ان هو يبقى مركز. مش هيبقى لا، طب انا عندي جيم، طب انا ظروفي، طب انا عندي مين كان تعبان، امم. عيلتي فين، ابويا موجود. انا عندي ظروف، انا بني ادم. امم. طبيعي جدا ممكن ابقى يعني انا مثلا السيريز بتاعت الزمالك اللي هي السيمي فاينل، اه.
انا اخر ماتشين كنت في السرير بخلص الماتش وارجع على السرير، خلصت السيريس رجعت على رحت عملت غسيل معده وعلقت محاليل، كنت بموت، كان في تسمم في الاكل، انا وثلاثه من الفرقه، اوكي. محدش يعرف. انت امم. كجمهور انت عايزنا في الملعب صحيين بس. صحيين انا اه. ما كنتش موجود ممكن ما فعلا تبقاش عارف الكواليس، والكواليس دي ممكن ما خالص، تبقاش خرجت ومحد اصلا ومحد للناس. ما حدش يعرف فعلا، ما كانش حد يعرف. ايوه. لكن انت بتيجي تتكلم بقى كجمهور بيقطعوا في رامي ابراهيم، لا رامي ابراهيم ما كانش موجود، رامي ابراهيم ما كانش كويس، يا جماعه ما هو احنا كسبنا، ما امم. تسقفوا للفرقه كتيم، احنا كسبنا، عايزين ندخل المرحله اللي بعدها كلنا مع بعض وخلينا كلنا. متفقين مفيش لعيب عايز يخسر. بس يعني دي برضو دي حاجه تانية. لكن انت بتدخل ده الجانب السلبي بقى اللي بقولك عليه في السوشيال امم. ميديا، ان امم. هو في لعيبه، انا عن نفسي مش موجود في ولا جروب باسكت اوكي. خالص من كتر التقطيع اللي بيبقى فيه، امم. مش عايز اصلا ابص ايوه. نهائي. انا يعني ببص على الحاجات اللي هي الصفحات الرسميه اللي بتنزل الاخبار، هي دي اللي انا ببقى موجود عليها. اه. لكن غير كده يعني ما بحبش اركز مع الكلام اللي ملوش لازمه الصراحه. ده حقيقي. بس ده حقيقي. في لعيبة بتحس ان انت بخبرتك يعني بتشوف في لعيبة ممكن تتأثر بالنقد بتاع اكيد السوشيال ميديا ده. طبعا. امم. طبعا يعني ناس لعيبه كتيره ولعيبه كبيره بيبصوا، ومدربين امم. بيتاثروا بالسوشيال ميديا وبيروحوا في حته بعيد جدا من السوشيال اه. ميديا للاسف يعني. امم. بس هو كل واحد طبيعته، ده طالما حقيقي. انت عندك ثقه في نفسك خلاص اعمل اللي انت عايزه، محدش حاجه عندك. صحيح. بس صحيح. طالما بتكسب كمان خلاص انت بتخرس كل اللي سن، امم. الموضوع خلص. طب يا كابتن رامي دلوقتي يعني مسيرة طويلة في اتحاد واهلي وزمالك وماتشات ودوري وبتاع، وبعدين في فترة برضو كانت فيها مسيرة، بنتكلم تقريبا 2013 2014 2015 انت كنت مكسر الدنيا برضو مع المنتخب. احنا منتخب مصر فين؟ منتخب مصر بص هي الفتره الاخيره دي المفروض ان هي كان المدرب روي معاهم، رنا. مم. دي كانت احسن، يعني المفروض ان هي البيز اللي بنبني عليه. اتحاد الباسكت سخر له كل حاجه، مم. ان هو وفر له كل امكانيات، وفر له كل اللعيبه المحترفين، وفر له كل اللعيبه المصريين، اللي انت عايز تدخله دخل، اللي انت عايز تعمله اعمله. فهي كانت احسن تعتبر فتره، وكان النتائج ان هي رحنا كاس العالم بتاع اللي هو اخر واحد دوت، وبرضه النتائج ما كانتش وحشه، مم. كانت النتائج كويسه. بس مقارنة بالفرق التانية، جنوب السودان مقارنة بفرقة السنغال مقارنة بأنجولا طبعا، مش قادر اعرف برضو الكواليتي اللعيبه، يعني مثلا بتوع جنوب السودان تحس ان هم اجسامهم مصبوبه كبير الناس مش يعني برضو انا حابب اشرح للناس اول الحتة دي. احنا منتخب مصر بيجابه منتخبات قد يبدو لبعض الناس جزء المنتخبات دي عشان بياخدوا عنهم فكرة في الكورة في الهاندبول في الكلام ده، لكن المنتخبات دي قوية جدا 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 جدا. في الباسكت بول. يعني اه بنتكلم طبعا. على انجولا جنوب السودان المنتخبات دي قوية جدا، وعندهم كمية محترفين بشكل غير مش طبيعي، طبيعيه. وبعض اللعيبة كمان وصلت انها بتلعب ام بي اي درافت. عادي جدا. فاحنا يعني بنحاول نقرب من الناس ما دي. هي انت بقى عشان المحاوله دي تبقى صح انت لازم تحتك، يعني تقعد اكتر مده آه، بتلعب ماتشات وديه، امم. بتقابل الفرق الجامده علشان خاطر تقرب ليهم. اه. وبرضو ما انا ما قلتش ان انا هكسب، انا امم. قلت هقرب لهم. امم. بس انت كتر ما بتلعب مع ماتشات جامده وبتحتك بفرق كويس وبتخسر كتير، انت لما تلاعب دول هتبقى كويس. امم. بس ان انت مثلا البطوله كمان شهر، فانت متجمع قبلها بشهر، طب انا قبلها بشهر هعمل ايه؟ امم. يعني انا هقعد اعمل ايه؟ هفضل اتمرن في معسكرات واعمل والعب مع الفرق بتاعتي، وهروح العب ماتشات مع فرق نفسها هي الجامده؟ لا انا وكمان تغييرات الكتيرة قوي يا كابتن رامي برضو في يعني مرة كابتن عمرو ابو الخير، مرة كابتن احمد مرعي، لا طب خلاص هنروح للاجنبي، طب روي رنا، طب لا هنغير، طب بتحس ان مفيش بروجكت واضح، والبروجكت ده ياخد مدته علشان يطلع في الاخر ثمار. يعني بالبلدي عشان اختصر، مثال بسيط جدا البروجكت اللي بيمشي في الاتحاد المصري لكرة اليد، ليه مش قادرين نطبق حاجة شبيهة تبقى ابليكابل وينفع تطبق في الباسكت؟ بص انت بتدخلني في حتة اللي هي هيبقى الكلام فيها شائك شوية، بس يعني انا تجربة روي رانا هو اللي انا اعرفه امم. ان المدرب كان عايز يبقى ماسك فرقة في اليابان امم. مع المصري، فقالوا له لا، ان لازم تبقى مدرب متفرغ. امم. ده اللي انا اعرفه، يعني ده المعلومة اللي عندي. امم. غير كده الفترة الأخيرة بتاعت هنريك برضو
كانت جاي بيكمل مرحلة معينة. صحيح. الفترة الأخيرة بتاعت كابتن محمد الكرداني، المفروض ان هو مدرب متفرغ للمنتخب. الله اعلم ايه اللي بيحصل جوه الكواليس ايه او الدنيا امم. ايه، بس لحد دلوقتي لسه الفرقة ما اتجمعتش علشان هم يعني المفروض ان هم في معسكر المنتخب، بس يعني لسه ما كملوش كتيم كامل يعني. لسه في ناس مسافرة، لسه في ناس عندها امم. اصابات، لان لسه الدوري خالص من فترة صحيح. قريبة فيعني. طيب لو اتكلمنا كختام على جزئية المنتخب دي، بتشوف الاحتراف للاعيبة المصريين فيه صعوبة؟ يعني احنا دلوقتي عندنا بالمعنى الحرفي لكلمة محترف معناش غير عاصم مرعي. طبعا. فبتشوف الاحتراف في الباسكت بول للاعيبه المصريين صعب؟ يعني برضو للاسف هضطر اروح بنش مارك مع الهاندبول. النهارده بنشوف لعيبه بتخرج بشكل سلس شويه في الهاندبول مم. وبتبتدي تروح دوريات لحد ما شاء الله ما بتروح دوريات كبيره بتلعب تشامبيونز ليج وهكذا. احنا مش هقول لك بتروح ام بي اي درافت حتى، بس احنا حتى ما بنطلعش يعني ما بشوفش حتى لعيبه عندها الباشن انها تطلع تروح مثلا دوريات زي مثلا كوريا، زي اي يعني اي زي انا دوريات عايز اقول قويه لك يعني. حاجة، هي اللعيبة المصرية عندها حتة هي اسمها الكسل، الانتخة، بيحبوا ينتخوا. امم. فاهم اللي هو يعني. القعده هنا حلوه وبتاع ايوه، انا اطلع وجميله بره اعمل اه اطلع ايه؟ بره ما اروح انا هنا ليه. وسط اصحابي بخرج بروح امم. بقى هنا باجي هنا. دي الثقافه في الدوري كله يعني. للاسف امم. واللي يعني بيحفزها اكتر، ان انت اصلا الباسكت عامة لما يجي يخرج بتلاقي احنا العرب كويسين، يعني صح. العرب في المجال كويسين. امم. فهجيب مدرب لعيب عربي احسن من اللعيب المصري، عشان صح. هو السمعة اللي طالعة على اللعيبة المصرية ان هي ان يعني كسولة، ايوه ايوه. مش هتتمرن، مش للاسف، ما هو ده انا بقول لك حاجة حقيقة. فلا، هجيب لعيب عربي ممكن امكانياته تبقى اقل، بس انا هعرف اوظفه، والقرشين اللي هياخدهم هو اللعيب المصري اللي امم. هياخدهم. فهي سمعة بتطلع على اللعيبة. والناس استسهلت واللعيبه بس استسهلت. خلاص، واللعيبه استسهلت، ده امم. قصه تانية. ان اللعيبه المصري برضو خلي بالك، النجوم اللي في الفرق، التمرين مش بيتمرنوا التمرين اللي هو يخليه. لو اتمرن التمرين، يعني انا اقول لحضرتك حاجه، اكبر مثال كابتن طارق الغنام. اه. كابتن طارق الغنام، انا بالنسبه لي حد في حاجه، يعني نموذج للباسكت امم. ما حصلش. امم. بس لو كان بيتمرن كان يبقى في حته تانية بعيد خالص. اه. فاهم قصدي؟ فهمت هو جامد اه جدا، اه اه. وان اللي هي هو سنتر التالنت او الموهبه البيور، بس لو فظيع. كانت اثقلت بتباريد اكتر بروفيشنال كان زمانه اه، بيلعب ام بي اي دلوقتي. كان في حتة اه. بعيد. امم. بقول لك يعني، انا بقول لك اللي هو بامكانياته دي كان مكسر الدنيا، اي بطولة بينزلها امم. سكورر، احسن سنتر ايوه. عادي جدا. امم. وما كانش بيتمرن، يعني ما بالك بقى ان هو لو ان راح هو صح. بس لو يعني. كان لو كان خد تمرين. طب ما انا ما ينفعش برضو يعني بنتكلم على موضوع المنتخبات واسيب متعتك. ده انت كابتن المنتخب. ايه حكايه 3 على 3 دي؟ 3 على 3 لعبة، انا دخلت 3 على 3 من 2012. اه. بس ما كانش حد يعرف حاجة، يعني دي دخلناها كده، حتى الفرقة كانت كابتن مرعي كان مدرب الفرقة، اه. انا ووائل كابتن بدر. انت مرعي متخيل؟ والله هو كابتن مرعي اللي كابتن مرعي كان ماسك 3 على 3. ما كانش ماسك، يعني هو كانت السفرية محدش يعرف عنها حاجة، جاية دعوة اه. الاتحاد الباسكت. فسافرنا، كان كأس عالم أول واحدة، كانت في اليونان. اه. تمام، كنت أنا وائل بدر ومؤمن أبو العينين ومهند الصباغ. اه. ده فدي يعني دي رحنا، فرقة فرقة. كانت يعني اتبهدلنا طبعا، امم. لأن احنا مش عارفين الرولز. طبعا. الرولز جاية لنا جديدة، مش اه عارفينها مختلفة وثقافة ما كانتش موجودة عندنا خالص. اه. بدأنا بقى 3 على 3 بجد نعرفها ونلعب، والموضوع يبقى اكتف وكده، من بعد فترة كده كابتن وسام مسكنا، بعدها امم. كابتن محمد سمير. اه. بدأنا نتمرن وكملنا فيها مدة طويلة، وعملنا أخدنا بطولة أخدنا بطولة أفريقيا 3 مرات. امم. أخدت MVP آخر بطولة. صح. آخر بطولة بس حصل مشكلة، إن إحنا ما توافقتش مع بطولة كأس البحرين، اه. فما عرفناش نروحها. فللأسف نتائج ما كانتش كويسة. امم. بس بس هي احنا اقوياء فيها، احنا اقوياء جدا سيدات ورجال كمان، مش جدا مش جدا رجال بس يعني، احنا جدا اقوياء سيدات ورجال. وعندنا لعيبه تالنتس فيها فانا حابب يعني اشرح للناس من خلالك ان هي ممتعه، وفي نفس الوقت قوانينها وحاجاتها كلها مختلفه هي عن امتع حاجه فيها ان المدرب ما بيبقاش واقف معاك. يعني صح. المدرب بيديك الرولز في البيت، وانت صح. بتنزل الملعب تتبسط. صح. غير ان هي بقى انت
بتطلع كل اللي عندك الباسكت الباسكت انت يعني بتستمتع باسكت اكتر منها جدا. اه. يعني هي باسكت مفيش وفيزيك. الاسترس كمان والبريشر والديفنس لا 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 لا، هي بالعكس، اه. هي ديفنس. امم. لان انت بتبقى معاك الكوره او معكش الكوره بتعمل ديفنس. هي فيها تاكتكس. كل حاجه. امم. هي رولز. ولعبها سريع، ولو فيزيكال مش واقف على رجليك امم. والله ما هتعرف تلعبها. هي طيب. فايت، هي مصارعه امم. مش باسكت. اه. هي مصارعه فعلا. لان انت بتاخد يعني اوفنس او ديفنس، انت بتعمل ديفنس. انا بحس ان انت بتلاقي متعتك بس فين. هي الصراحه انا بموت فيها. مين امتع اللعيبه اللي لعبت معاهم سيريون سيري. اه. هي فرقتي بيبو. اسمه سوري ميدو، بتاع ميدو ميدو اتحاد. طه. ميدو طه، عمرو امم. زهران، ومودي. ومودي. وبنغير بقى، يعني في ناس بتطلع وتدخل معانا، بس يعني دي دول دي الفرقة. فرقتك دي الثابته. الفرقة كان الأول معايا أحمد الصباغ اه. وباسم الليسي وميدو برضو، بس صح طبعا عشان بطلوا صح صح. فالموضوع بيتغير يعني. بس دي فرقتك دي اللي انت فرقتي. اه اه، تحارب بيها اللي انا تلعب حاببها، بيها يعني لو موجودين خلاص الموضوع خلص خلاص كسر معاهم. الدنيا اه. اه. طيب لو اتنقلنا من مرحلة 3 على 3 عندنا كده فقرة لطيفة كده اسمها تبديل اضطراري. فلو قلنا دلوقتي ان في حاجة او قرار انت كنت خدته في حياتك ورجع بيك الزمن عادي هتعمل له تبديل وتغيره، هيكون ايه؟ بص، هو ما جاش في دماغي حاجة ان انا يعني عارف، الحمد لله الواحد بيحمد ربنا على كل حاجة مر بيها في حياته. امم. بس هي فعلا الحاجة اللي انا حاجة غريبة، يعني ممكن ما حدش يبقى مركز فيها. بس انا فعلا ما بحبش اروح الجيم. عندي مشكلة مع الجيم، مش عارف، نفسي اروح الجيم. اه. من وانا صغير بيقولوا لي لازم تتمرن، لازم تروح مع جيم. انك وصلت الليفلز، انت انت لاعب متخيل؟ اكبر 3 انديه في والله. مصر لاعب لاعب منتخب يعني كابتن ما منتخب بحب. كابتن 3 اون اه والله 3 العظيم كاس عالم ما بحبش اروح الجيم. انا من وانا صغير لو كنت خدت العاده دي فعلا كنت هتمرن. اه. كان نفسي من وانا كان زي صغير. كابتن طارق كده، كان ايوه، زمانك في حته تانيه. فعلا نفسي فده ابقى ليا فتره في حياتي اروح الجيم. مش عارف مش والله، ما عارف. عارف اروح. طيب لو قلت ان انت برضو يعني جزء من فقرة التبديل الاضطراري كده، لو انت حبيت تغير كاريرك، لان انت كنتش لعيب باسكت كنت هتبقى ايه؟ دي كارثه دي. بما انك ما تروحش الجيم بقى كنت هتبقى ايه؟ بص، مش عارف يعني. مفيش حاجه، ما يعني ما لا ما ما للاسف جاش حاجة لا في دماغك. ما فيش حاجه خالص. اه. لا، لان انا لو يعني انا من فعلا لو ما كنتش مستحيل ما كنتش هبقى لعيب باسكت. امم. عارف اللي انت مش هو شايف نفسك غير في مش الباسكت. شايف. للاسف. وانا على فكره لما ببطل، مش يعني هبقى في الحاجه اداريه، اه. مش هبقى مدرب. مش عايز مش عايز الحتة الفنية، انت خالص. متارجت انا هبقى الاداريات في اه. الباسكت بس في حاجه في تانية، حاجة حاجه ادارية اداريه، اه. حاجه كده يعني. امم. طيب عندنا فقرة برضو كده لطيفة اسمها مين كينج اللعبة. من وجهة نظرك انت شايف مين كينج اللعبة في الباسكت سواء محلي او بره؟ محلي اللي انا شايفه الصراحه امم. عمرو الجندي. عمرو الجندي. تشوف عمرو الجندي هو آه، كينج اللعبة. عمرو الجندي ما شاء الله عليه، لعيب عنده تالنت. امم. ربنا يحميه يعني ويبارك امم. له اللي في ولاده. مش طبيعي. ما شاء الله. ربنا يحميه. مم. يعني قادر ان هو ملك الكلاتش تايم ده. يعني امم. قادر ان هو حتى لو الجيم كله اوف معاه، مش ماشي. امم. في وقت ان هو يكنترول الملعب. امم. بس. طب وعلى المستوى العالمي مين كينج اسماعيل اللعبة من احمد. وجهة؟ اه. مش عالمي، السمعة. اسماعيل المستوى العربي يعني. السمعة. السمعة في حتة في حتة تانية. تانية. في السمعة حتة حتى تانية. لما كان في مصر، يعني انا السمعة اتعلمت منه في الاتحاد اه. كتير جدا جدا. اخلاقيا، لا لا، هو في حتة باسكت تانية في حتة بول، تانية ما شاء الله، انا لحد دلوقتي بنتفرج عليه. بروفيشنال، يعني كطريقة حياته. امم. صحيانه، التزامه في التمرين، يجي قبل التمرين صح. يعرف يقولك انت بتعمل ايه. وعنده صراحة مميتة. يعني لا هو احكي لنا ممكن موقف بقى كده، ولا يعني موقف مو- وش كده. هو موقف. هو هو بالمناسبة انت كنت موجود في الفرقة اللي كان فيها كان كابتن احمد مرعي ماسك الاتحاد صح في وقتها، اه وكان في على لا، البنش الشلة قلنا اللي انا قاعد ايوه. كنت قاعد على البنش. بص، هو اسماعيل مواقفه كتيرة، بس انا فعلا ما فيش حاجة حضراني يعني ان انا اقولها عليه. بس هو التزام في كل حاجة، ايوه. مؤدب. ما يقدر يعني في المواقف اللي بيبقى فيها سبوت عليه، لا اه. طب بيأديها. قول لي ما جاش كده في دماغك كده ان انت يعني خلاص مش قادر تمسك نفسك وهتضحك لما سمعت كابتن احمد مرعي وهو بيقول مش عايزكم تعملوا وباس باس لا، خلي بالك، اصل انت في الموقف تبقى نفسه. تنشن.
بتبقى تنشن لان انت اللي يعني انت اللي بتتهان. فهو ايوه. اللي بره شايف ان دي مسرحيه شغاله، مم. بس فعلا الموقف بيبقى صعب. انت في لود، وهو صحيح. وهو ما بيوصلش للمرحله دي. لما يكون خلاص خلاص بقى خلاص انت في الجيم امتار بيقفل، اخيره الجيم والجيم بيقفل. وانا اصلا في اخر فتره دي، يعني لما كنت بقعد على البنش عشان انزل، فكنت عايز اموت نفسي مم. اثبت له ان انا صح كويس. صح صح. فما بقاش مركز في اللي هو بيعمله، في انا عايز اقول التكتيك لا علشان صح، انزل اطبقه. عشان انزل اطبقه. لكن طب انت كان كينج اللعبه بالنسبه لك كان عمرو الجندي في لعبا. مصر اه. طب كمدربين بقى، مين اللي انت بتحس ان انت لا ده كينج بابا الشغلانه؟ مدرب مصري يعني. اه في مصر او بره مصر. لو انت عندك حد بره مصر عادي، لو انت عندك حد جوه مصر. انت اتمرنت مع مدربين كتير ومدربين منتخب ومدربين انديه. بص، هو انا شايف في الفتره الاخيره دي يعني اوجوستي حل معادلات كتير جدا. امم. يعني اوجوستي الباسكت بتاعه سهل، امم. مش معقد، ما فيش حاجه السيستم كله ما فيش اي مشاكل. الحياه سهله، امم. بروفيشنال، ما بيعترضش على يعني كل حاجه ماشيه. ليها سيمتريه معينه وماشيه بس بشكل واضح يعني. فيعني انا بالنسبه لي ان اوجوستي يعني طبعا هنختلف مع مدرب مع طبيعي لعيبه كتير. طبيعي بس طبيعي. انا بالنسبه لي السنه اللي انا قضيتها معاه دي لا سنه باسكت وانا وانا بتفق معاك بشكل كبير اه. يعني. بشوف انه على المستوى المحلي ممكن يعني اللي يوصل توب يتنافسوا، او كمدربين تاريخيين كابتن مرعي وكابتن اشرف توفيق. وممكن برضو الى حد ما كابتن عصام السنه برضو اللي خدها مع الزمالك دي طبعا كانت كابتن سنه عصام الحميد برضو غير مدرب. طبيعيه. طبعا. لكن على مستوى المدربين الاجانب بشوف انه ديفينتلي اوجستي هو انجح مدرب جه اكيد. في مصر يعني. طيب لو قلت لك في الجزئيه دي تحديدا بقى يعني لان ده نقطه شائكه. اوجستي دلوقتي مشي، مم. فاوجستي كان عامل حاله في الدوري. الاهلي ازاي بعد اوجستي بما ان ده فريقك الحالي وانت مكمل مع الاهلي فانت شايف الاهلي ازاي في مرحله ما بعد اوجستي من وجهه نظرك؟ ك كاكسبيرينس باسكت مش كلاعب في الفرقه. عايز كاكسبيرينس اقول لك يعني حاجه خلاص برضو عندك اه. اكسبيرينس باسكت. فبتشوف الاهلي جاي ازاي مع مرحله ما بعد اوجستي؟ بص، هي الفرقه، قوام الفرقه امم. ثابت زي ما هو، بالعكس احنا دعمنا ببيبو. امم. فالموضوع بقى اقوى. امم. الفرقه عندها من الخبرات ان هي طبعا هيسمعوا الكلام المدرب ويطبقوا السيستم بتاعه زي ما كان. امم. بس معلش مع احترامي، لو في اي حاجه امبالانس امم. لا احنا قادرين ان احنا نقف ونلمها في الملعب. امم. يعني الفتره اللي جايه لا الفرقه قوامها ثابت. امم. المدرب هيجي هيضيف لها. فاحنا احنا كويسين اوريدي. فانت حاسس ان المدرب اللي هيجي بالبلدي جاي على الجاهز خلاص في بس سيستم محطوط والدنيا الدنيا ثابته، مش. هتضيف للفرقه. اوكي. اوكي. مش مش هتضيف، هتضيف انت مش هتنتقص في بيز. الفرقه كويسه وثابته ان امم. شاء الله يعني. ده حقيقي ده حقيقي. بتشوف مؤخرا التنافس اهلي اتحاد في الفاينلز احيانا الزمالك بيناوش من بعيد يعني. كسؤال قبل ما اختم معاك كده، بتشوف الدوري المصري كدوري بقى خلاص احنا اتكلمنا على الاهلي. الدوري المصري السنه الجايه رايح فين؟ وشايف هيبقى في صراع في الميركاتو السنه دي في الباسكت ولا لا الميركاتو هادي يعني؟ لا السنه دي ما اعتقدش صراع في الماركاتو. امم. السنه الجايه في صراع جامد. امم. يعني انا السنه الجايه اتوقع ان هيبقى في قلبان في الدوري المصري. امم. السنه دي مفيش حاجه. الاتحاد اهلي الفرقتين امم. آه، عناصر قويه جدا. امم. في الفرقه كان الحاج محمد مدعم الفرقه جامد. ايوه. بمشيان بيبو من الاتحاد قلل من الفرقه. امم. التدعيمات الاتحاد السنه دي الله اعلم بيها هتبقى عامله ازاي. اه انا في بسمع اسامي خطيره. هو لحد دلوقتي عزب انا اللي انا ظهر. عارف عزب، لا عزب ده مضى اوفيشال خلاص ثلاث اه سنين وانا سامع ان لسه في تفاوض بشكل في ما او باخر مع كيجو. لسه يعني يعني هو في هنشوف. تفاوض لكن هو الاتحاد شغال على الميركاتو بتاعه. الزمالك لسه مفيش كابتن عصام لسه مش رؤية. هو عارفين كابتن عصام فعلا مسك خلاص بس لسه مفيش رؤية واضحة لشكل لمين. الميركاتو. مظبوط. الاهلي اوريدي جاب بيبو. بيبو ايوه. فالموضوع يعني بشكل خلي بالك ما. المحترف برضه هيأثر في الفرق. لا وفي نقطة ايه. كابتن مرعي راح سبورتنج. كابتن مرعي راح دي سبورتنج. قصة لوحدها تانية طبعا خالص. طبعا طبعا. فهتبقى لو فالدوري سبورتنج صعب. حصل فيه تدعيمات برضه امم. الفرقه هتبقى شكلها غير. ده يعني حقيقي. سبورتنج لو فيها تدعيمات مع محترف الفرقه هتبقى شكل مع كابتن مرعي الموضوع هيبقى مختلف برضه. ده هتبقى حقيقي. فرقه من اللي هي عماله بتخبط. صحيح يعني هتخبط في فرق كبيره كتير. صحيح.
يا كابتن رامي انا اتشرفت، ويعني انبسطت جدا 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 بالحلقة مع حضرتك. شكرا يا محمد، والله شرف ليا. وحقيقي يعني كانت حلقة ممتعة جدا بالنسبة لي، وان شاء الله كمان تبقى ممتعة للناس. حابب بس في ختام الحلقة كده اهدي لحضرتك كده هدية بسيطة كده من البرنامج ده، تي شيرت لوجو البرنامج كينج اللعبة. شكرا يا محمد ليا. فاتمنى يعجب حضرتك كده ان ان شاء شاء الله. الله. الحلقة خلصت، بس اللعبة لسه ما خلصتش، والحلقة الجاية كينج جديد.